بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. مرحبا بكم البنات مع أم عماد. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس عليكم وبخير وعلى خير. وصفتنا اليوم راح توالم الشهر الفضيل وبالأخص العاملات، يعني بلا ما نساو العاملات. هذا القرطان راح يوالم بزاف العاملات. شهر رمضان على الأبواب، إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا. جبت لكم هذا القرطان، قرطان الشاورما ولا قرطان الشاورما بالبطاطا. قرطان ساهل ما يديش كامل الوقت، راح توجديه في آخر لحظة. بلا ما نطول عليكم بنات، راح نفوتوا مباشرة لطريقة التحضير. بسم الله. عندي نص صدر تاع الدجاج، قصيته بهذا الشكل شرائح طولية كما نوجدوا الشاورما. اكيد كل واحد يعني كل نعرفوا كيفاش نوجدوا الشاورما. يعني اللحم نتاعنا نقطعوه الى قطع بالطول. راح نتبلوه. زوج سنات نتاع الثوم كنت ربيتهم، زيد عليهم الكزبر والكركم، الزنجبيل، زيد عليهم توابل الشاورما، العكري الحار والحلو. انتي هنا اذا كنتي حابه تزيدي لهم هريسه راك الاختيار. نزيد عليهم الموطارد، بلا ما نساو الملح. مغرف كبيره ياغورت ناتير، اذا ما كانش متوفر عندك زيدي نص كاس رايب ولا لبن، نص كاس رايب ولا لبن. راح نزيد عليهم زوج مغارف كبار نتاع الزيت، ونكملوا نخلطوا هذا الخليط مع بعضه. راح ندمجوا هذه المكونات كامل مع بعضهم. راح نمارينيو اللحم نتاعنا مليح يتنكه بهذوك التوابل اللي حطيناهم. نغطي عليه ونخليه يرتاح لمدة ساعة، وانت اذا ما كانش عندك الوقت حاولي تخليه يرتاح حوالي نص ساعة. هنا بعد ما ارتاح اللحم نتاعي وتنكه اللحم نتاعي بكامل التوابل، راح نحطه في مقلة. هنا المقلة نتاعي بلا ما نضيفوا لها الزيت، لانه الزيت حنا ضفناها الخليط الاول تاع اللحم. راح نهبط كامل هذاك الخليط في مقلة. المقلة تكون سخونة على نار متوسطة، النار تكون شويه عاليه، يعني ما ديروش النار خفيفه. راح نقليو اللحم نتاعنا مليح حتى يتشرب كامل هذوك السوائل. خليو اللحم نتاعنا يتنكه مليح ويتشرب كامل هذيك الصلصه. انا هنا كنت ضفت له حبه طوماطيش صغيره تاعها قطع صغيره، انا هنا المقطع راحلي. نخليوه يزيد يتقلى مع اللحم مليح حتى يتشرب كامل الصلصه بهذا الشكل. هذه هي النتيجه اللي نتحصلوا عليها، يعني يجي اللحم نتاعنا مشمخ يعني بدون صلصه. ومن جهه اخرى كنت قليت 3 حبات بطاطا وحطيتهم في مول يدخل للفور. راح نمشي كامل هذيك البطاطا في المول، يعني كقاعده نحطها كقاعده. نزيد عليهم الشاورما اللي وجدناها مع بعض بهذا الشكل. نغطيو كامل هذيك البطاطا بالشاورما. وانت هنا لك الاختيار، قادره ديريه في مول فرديين، يعني كل واحد تمديله لابار تاعو، خصوصا في رمضان، يعني كل واحد تمديله قسمته، ولا ديريه في مول كبير كيما انا. هنا راح نسقمو هذيك الشاورما مليح بهذا الشكل. نزيد عليهم فرماج ربي، انا استخدمت نابولي، اكتفيت غير بالفرماج. وانتي لك الاختيار، قادره ديري صلصه البيشاميل من الفوق، ولا ديري له صلصه الجبن اللي وجدناها مع بعض في الفيديو السابق نتاع قراطان كفتة الشوفلور. الفور تاعي كنت سخنته من قبل على درجة حرارة 180 درجة. راح ندخل القراطان تاعي، يعني ما يديليش كامل الوقت، ربع ساعة ويكون واجد. الوصفة نتاعنا نتاع نهار اليوم راهي واجدة. قراطان الشاورما مع شوية بطاطا من تحت ورشة فرماج من الفوق. انا هنا راح نقسم لكم باش تشوفوه كيفاش يجي. ما يجيش شايح، يجي مشمخ ومعسل من الداخل كما راكم تشوفوا، يجي مشمخ ومعسل من الداخل. هذاك اللحم يجي طايب زبدة يذوب في الفم، والبطاطا نتاعنا تنكه بنكهة الشاورما. هذا القراطان يجي بنين بنين، واش نقولكم يا البنات، يعني طبق رمضاني 100%. واذا حابين تكتشفوا هذيك البنة اللي فيه، ما عليكم غير تجربوا هذا القراطان ولا هذا الوصفة، وخليوا لي آراءكم وتعليقاتكم في أسفل الفيديو.